ولما تقدم لها العريس ده أنا وإخواتي وافقنا عليه، لأننا بصراحة كنا عايزين نسترها وخلاص. يعني هي كانت بالنسبة لينا دي مشكلة وعايزينها تتجوز ونخلص منها ومن مشاكلها. وقلنا خلاص، هي لو اتجوزت وراحت عاشت في بيت جوزها وبقت على ذمة راجل، خلاص مشاكلها هتنتهي. وإحنا كنا أسرة بسيطة من قرية صغيرة. يعني أنا طلعت لقيت نفسي عايش مع ماما وبابا، وكان ليا اخوات بنات وولاد كتير، وكان الحال على القد قوي. أبويا كده كان راجل أرزاقي وعلى باب الله، يوم يشتغل ويوم لأ. وأمي برضو كانت بتخرج تساعد كده في شغل البيوت عشان يعني تساعد في المعيشة. وأنا كنت أكبر إخواتي، وأنا كان ليا واحدة من إخواتي البنات وهي أختي الكبيرة، يعني أكبر واحدة في إخواتي البنات. كانت على طول عاملنا مشاكل، وكانت كل شوية بنسمع إنه هي بتحب حد. وطبعا القرية اللي احنا عايشين فيها ما ينفعش الكلام ده خالص. المهم إنه هي لما وصلت لسن 22 سنة اتقدم لها واحد قريبنا، وهو كان من بعيد، وهي اتجوزته. واحنا افتكرنا انه خلاص مشكلتنا كده اتحلت وخلاص، واحنا قلنا خلاص ارتحنا من همها. لكن للأسف مشكلتها ما خلصتش، واحنا كده بجوازها مرتحناش من المشاكل بتاعتها. لأنه هي بعد ما اتجوزت بفترة صغيرة قوي جوزها طلقها، وكان سبب الطلاق إنه هي جوزها اتصل بينا وقال لنا تعالوا خدوا بنتكم، لأنه بنتكم مش بنت. قلنا له مش بنت ازاي؟ مش انت متجوزها من كام شهر؟ طب وإيه اللي كان سكتك الفترة دي كلها؟ وهو قال لنا أنا سكت بس مراعاة للقرابة اللي بينا، وعشان برضو إخواتها الصبيان وسمعتهم في البلد، وعشان أستر عليها. وأنا عشان خاطركم وعشان خاطر العيش والملح وعشان خاطر القرابة أنا فعلا استنيت كام شهر. لكن بصراحة أنا ولا قادر ولا عارف أعيش معاها، لأنها صحيح هي قدامي كويسة، بس الموضوع إنه أنا اتجوزتها وهي مش بنت، ده برضه مخليني بشك فيها على طول. وأنا بقالي كام شهر على كده، بس مش قادر أكمل حياتي بالطريقة دي. وما تقلقوش، أنا مش هقول لأي حد على الموضوع ده خالص. أنا هطلقها كأني يعني ما كنتش مبسوط معاها ومرتحناش مع بعض. وطبعا ساعتها حصلت مشكلة كبيرة مع جوز أختي، لكن هو في الآخر برضو طلقها، وطبعا خلاها تنزلت عن المؤخر والنفقة وعن كل حقوقها المادية. ورجعت أختي تعيش معانا في نفس البيت، وكان في الوقت ده بابا توفى، وماما لسه بتشتغل، واخواتي البنات كل واحدة الحمد لله اتجوزت وراحت لبيت جوزها، وما كانش فاضل في البيت إلا أنا وإخواتي الولاد. وهم برضو كانوا بيخرجوا يشتغلوا عشان يساعدوا ماما على المعيشة. لكن لما أختي رجعت مطلقة وعاشت معانا في البيت، هي برضو عملت لنا مشاكل كتير، لأنه بعد فترة لقينا واحدة جارتنا جاية تتخانق معانا، وبتقول إنه أختي ماشية مع جوزها. وإحنا طبعا اتخانقنا مع جارتنا وقلنا لها الكلام ده أكيد ما حصلش. ولما سألت أختي قالت لهم أيوة، قالت لنا أيوة، جارنا بيحبني وهو وعدني إنه هيتجوزني على مراته. وفي الوقت ده برضو حصلت مشكلة كبيرة قوي ما بيننا وما بين جارتنا،
لكن برضه هي قاعدة في البيت وكانت بتعمل لنا مشاكل. ولما كنا بنخرج ونروح على شغلنا هي كانت برضه بتخرج من البيت وبتكلم شباب في التليفون، وكانت عاملة علاقات مع شباب كتير في البلد، وبقت الناس على طول عمالة تتكلم علينا وعلى أختنا المطلقة. والمشاكل اللي أختي كانت بتعملها ما كانتش عايزة تخلص، وبقيت أنا وإخواتي نفسيتنا تعبانة جدا من الكلام اللي بيتقال علينا في البلد. وأختي بعد كده اتقدم لها عريس من البلد، والعريس ده كان أرمل وكان عنده 3 أولاد كبار، وكان أكبر منها بكتير، وهو كان عايز واحدة شابة صغيرة يتجوزها عشان يعني تشوف شغل البيت وتشوف ولاده وطلباتهم، وعشان الظروف اللي هي كانت فيها وعشان برضه سمعتها مش كويسة في البلد، فهو تقدم لها وهو كان عارف ومتأكد إنه هي هتقبله. وفعلا لما تقدم لها العريس ده أنا وإخواتي وافقنا عليه وقلنا خلاص هي لو اتجوزت وراحت عاشت في بيت جوزها وبقت على ذمة راجل خلاص مشاكلها هتنتهي، وهي هتبقى على ذمة راجل وجوزها هيبقى مسؤول عنها وهتبطل اللي هي بتعمله. والعريس ده كان راجل برضه على قده قوي، ولما اتجوزها من غير ما يدفع فلوس خالص، وهي أختي كانت راضية وما كانتش معترضة، وعدت فترة على جوازها منه، وأنا وماما وإخواتي قلنا احنا ارتحنا من مشاكلها وهي اتسترت في بيت جوزها. لكن بعد فترة من جوازها ظهرت مشكلة جديدة، وهي جارنا اللي كانت أختي تعرفه كان رجع من السفر وإجا عندنا على البيت وقال لنا ازاي تجوزوا أختكم وهي أصلا متجوزة، وأنا متجوز أختكم عرفي قبل ما أسافر، وادي عقد الجواز أهو. وأنا عشان كان عندي مشاكل مع مراتي فأنا مقدرتش أعلن عن جوازي منها. ومش بس كده، ده جارنا كمان راح لجوز أختي وقال له أنت متجوز مراتي ولازم تطلقها دلوقتي، لأنه هي دلوقتي متجوزة 2 في وقت واحد، متجوزاك أنت جواز شرعي ومتجوزاني أنا جواز عرفي. المهم بقى حصلت مشكلة كبيرة ما بين جوز أختي وما بيننا مع جارنا اللي رجع من السفر، والناس اتدخلوا عشان يحلوا الموضوع، لأنه طبعا لو الموضوع وصل للأقسام أختي ممكن يتعمل لها قضية وتتحبس، لأنه هي بتجمع ما بين زوجين في وقت واحد. وبعد فترة من الخناقات والاجتماعات وفي الآخر احنا وصلنا لحل، وهي إنه جارنا يقطع الورقتين العرف اللي معاه وأختي تبقى مع جوزها اللي هي معاه دلوقتي وتبقى متجوزة واحد بس، وأختي رجعت تكمل حياتها في بيتها مع جوزها ومع أولاد جوزها، والدنيا مشيت وعدت فترة كمان، وهي جوزها كان عارف بالمشكلة ومتقبل الموضوع وما عندوش أي مشكلة في ظروفها دي. لكن بعد فترة أنا لقيت الناس في البلد عمالة تتكلم عليا وعلى اخواتي، لأنه أختي وهي متجوزة وعايشة في بيت جوزها مع جوزها وولاده هي برضه مش ساكتة، وبرضه عمالة تعمل علاقات مع فلان ومع علان. والغريبة إنه جوزها عارف كل اللي هي بتعمله، والناس بتروح تقوله إحنا شفنا مراتك في الحتة الفلانية مع فلان، وجوزها ساكت ومش بيتكلم. وأكتر من مرة تحصل مشكلة كبيرة في البلد عندنا مع الشباب اللي في البلد
اللي على طول بيتكلموا على أختي وعلى سمعتها، وإحنا خلاص ما بقيناش عارفين نعيش في البلد، لأنه الناس لما أمي بتروح شغلها بيفضلوا يكلموها عن بنتها وعن سمعتها، وبرضو أنا وإخواتي الناس مش سايبيننا في حالنا، وإخواتي البنات اللي هم مؤدبين ومحترمين وكل واحدة متجوزة ومستقرة في حياتها، وما فيش واحدة منهم قادرة ترفع دماغها قصاد أهل جوزها بسبب الكلام اللي بيتقال على أختي، وكل شوية تحصل مشكلة في البلد بسبب أختنا، لدرجة إنه الناس في البلد قالوا لجوز أختي خد مراتك وولادك وامشوا من البلد، انتوا لو مشيتوا من البلد الدنيا هتهدى والناس هتبطل تتكلم على مراتك. لكن طبعا جوز أختي صعب إنه هو ينقل حياته كلها وشغله، وهو برضه موظف صغير وعلى قده، وإمكانياته المادية قليلة أوي، وإحنا فعلا أنا وإخواتي مش عارفين نعيش في البلد ومش عارفين نعمل إيه، إحنا مش قادرين نكمل حياتنا كده بسبب مشاكل أختي اللي هي ما بتخلص، وكل يوم والتاني تطلع لنا مشكلة جديدة، والمشكلة إن جوزها موافق وساكت على كل حاجة هي بتعملها وقابلها زي ما هي بظروفها، لكن الناس هي اللي مش سايبانا في حالنا ولا عارفين نعيش معاهم، ولا أختي عايزة تتغير وتسيب اللي هي بتعمله والمشاكل بتاعتها. أنا بجد مش عارف نعمل إيه ولا نتصرف إزاي معاها.